جرب اختبار الامان واشوف العربيه هتموتني ولا لا، او الذكاء الاصطناعي هيحط عليها ولا لا. العربيه جايه هناك اهي، جاهزين؟ انا كراجل قديم كان في ناس بتقول لي ان العربيات هتطير في 2020. عدى 2020 2022 2024 ولا حاجه طارت. بس التجربه اللي انا جايبها لكم النهارده هي تجربه التاكسي ذاتي القياده. تاكسي بيسوق نفسه. لو عايز تروح من مكان لمكان اركب هنا وخلي الدنيا على الله. العربية يا جماعة كهرباء بالكامل، السنسورز موجودة، الكاميرات اللي فوق دي موجودة، كهربائية بالكامل. هنا منطقة شحن الكهرباء. طبعا دي عربية المفروض ان هي ذاتية القيادة، منزلينها تجربة من ضمن تجارب التنقل داخل ابو ظبي كحاجة مبدئية. العربية واضح ان هي واخدة مصاريف كتير من كوكب تاني، بتحسسك ان انت بتتنقل لسنتين 4 5 10 سنين قدام من كوكب فضائي. احنا دلوقتي في كوكب ابو ظبي، لان كمية التطور اللي احنا هنشوفها هنا دي من نوع اخر. بص كده مبدئيا ادي شكل العربيه من جوه، الدكسيون، الدنيا كلها. هنشوف دلوقتي هل هي الكلام ده بحقه حقيقي والعربيه هتمشي لوحدها بدون تدخل الراجل الطيب المحترم اللي قاعد قدام ده، ولا مفيش الكلام ده وفي حاجات بتحصل من تحت لتحت. تعالوا نجرب ونشوفها هل هي اشتغاله ولا بحقه حقيقي. يلا بينا يا رب يلعب. يلا ندوس. يلا بص 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 اهو. اول ما دوسنا على الابلكيشن يلا العربيه بدات تتحرك لوحدها بالكامل. اوب، الفرامل دي فرامل لزياده الامان. طبعا السنسورز موجوده شغاله، بتقرا الطريق وبتقرا الاتجاهات بتاعتك، بتشوف خطوط الطريق فين وبتحاول تمشي في النص بالظبط. زي ما احنا شايفين الدريكسيون بالكامل بيتحرك براحته ولوحده بدون اي تدخل. مجرد الشخص اللي قاعد جنبنا هو موجود بس كزياده امان، لان دي عربيات تحت التجربه. يعني هي بتاخد المطبات صعبه شويه وممكن يحصل فرمله فجائيه شويه، بس ايه كحاجه مبدئيا ذاتيه القياده بالاسلوب ده بصراحه حاجه بشعه، يعني حاجه جامده جدا وجديده جدا. ده الزرار اللي موجود هنا يا جماعه، ده زرار احمر كزرار من كزرار الامان الموجوده في السياره. لو حصل اي حاجه في اي وقت دوس على الزرار كل حاجه تقف ويرجع التحكم بشري بالكامل تاني للشخص اللي قاعد جنبي. طبعا الموضوع ده معمول زي ما قلنا عشان هو تحت التجربه لسه. هوب 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 هوب، العربيه طلعت يا معلم. بص 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 خدت الشمال ازاي في نفس الحاره في نفس المسار، ولا كسرت على حد ولا عطلت حد. كل واحد ماشي يا باشا الكتروني. طبعا ادت اشاره زي ما انتم شايفين على التابلو، وادت اشاره شمال ودخلت شمال. ادي الاشاره مفتوحه، العربيه عدت. في اشاره حمراء جايه هي، عايزين نشوف ايه اللي هيحصل. بص كده العربيه بدات تدوس فرامل لوحدها. هدت 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 لغايه ما هو خلاص وقفت عند الاشاره. قدامنا موتوسيكل وواحد معدي الطريق، ده احتمال يتخالف عشان مش معدي من نفس مكان التعديه. الاشاره فتحت، السنسورز اشتغلت، مشينا. بص بص الاشاره عدت اشاره صفراء. ايوه هو عدى من الاشاره صفراء، بس ده عادي. الاشاره الصفراء دي معناها ان انت لو لحقت تعدي يا معلم عدي، انما لو الاشاره جت حمراء بيقرا عليك مخالفه. بصوا بصوا بصوا، الدركسيون بيتحرك ماشي في نص الخط. نص الخط. طبعا ارى ان في باصات على اليمين، فهو ايه عايز يركن في المكان المظبوط. بص هيبدأ بقى دلوقتي يحضن، ولا محتاج بقى تقعد بقى تحرت. احنا كده وصلنا. بدأنا نتحرك للرجوع. العربية بدأت تنطلق، واقفين في الإشارة عادي خالص، وفي طريق العودة للرجوع. الإشارة فتحت، بدأنا نتحرك. دلوقتي يا جماعة أنا هجرب أهم حاجة في الفيديو، اختبار الأمان. جرب اختبار الأمان وأشوف العربية هتموتني ولا لأ، أو الذكاء الاصطناعي هيحط عليها ولا لأ. العربية جاية هناك أهي، جاهزين؟ يلا بينا. يلا 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 يلا. نجحت نجحت ونجحت وعشت الحمد لله. ثانك يو سو ماتش براذر، ثانك يو فيري جود. دلوقتي يا جماعه انا نطيت فعلا ما بيني وما بين العربيه تقريبا متر واحد، على امل ان العربيه ما تخبطنيش. يلا نطلع على الرصيف لحسن نموت بقى بجد. ماشي، العربيه عدت، انا نطيت قدامها، شفت الوضع كالاتي. انا خلاص قلت ان انا بالميت رجلي الشمال هتطير فيها، بس الحمد لله ما حصلش الكلام ده كله. العربيه وقفت بالكامل. سمعت صوت الفرمله في الفيديو ده، صوت حقيقي مش افكت.
الحمد لله الموضوع آمن لحد كبير، وأنصح أي حد موجود في دبي أو جاي زيارة أو في أبو ظبي، ابدأ انزل جرب كل حاجة جديدة عشان تعرف التطور وصل لغاية فين. أحلى مسا عليكم في تجارب جديدة، خليكم معايا متابعيني على الصفحة. الخضة مش قادر. يومكم جميل، سلام.